أنا ليلى وبشتغل في الآثار. شغلي كله كشف وحكايات عن الأماكن القديمة والمهجورة. لكن اللي حصل معايا في القصر ده كل حاجة كانت مختلفة تماما. حاجة مخيفة جدا لدرجة إن قلبي لسه بيدق كل ما بفتكرها. القصر ده موجود في حي عادي جدا، المباني حواليه كلها عادية، والشوارع مظلمة في الشتاء، والناس عارفة إن هو مهجور. بس الغريب إن محدش بيقدر يقرب منه، لأن الجو حواليه غريب جدا، ساكت، وتحس إن في حاجة بتراقبك من جوه. بس أنا بطبعي فضولية، وده شغلي، وكنت عايزة أصور وأوثق القصر ده. ما كنتش متخيلة اللي هشوفه. يلا بينا نبدأ الحكاية. كانت ليلة شتوية جدا، والحي كان ساكت. وقفت قدام القصر، والباب كان نصه مفتوح، والشباك كان مكسور. قلبي دق بسرعة، بس الفضول والسيطرة على خوفي خلتني أدخل جوه. وأول ما دخلت حسيت ببرد غريب، كأن القصر نفسه بيتنفس. بدأت أصور بالكاميرا. صوت خطواتي هو بس اللي أنا سامعاه على الأرضية القديمة. حسيت إن في حاجة بتراقبني. طلعت على السلم الخشب القديم، وكل خطوة أبص ورايا بس مفيش حد. وصلت للدور العلوي، ومن بعيد شفت ست أجنبية غريبة جدا، عيونها سودا وحادة، حركاتها بطيئة وغريبة، وصوتها كان زي صوت راجل بالظبط لما اتكلمت أو حتى لما ضحكت. والأغرب من كده كانت مشغلة أصوات أغاني الكريسماس. الجو كان كله ساكت إلا الأغاني. كانت أصواتها غريبة، كأنها جاية من كل حتة في القصر. حاولت أتحرك بهدوء، قلبي كان بيدق بسرعة. وكل ما قربت من الست كانت بصتها ليا غريبة جدا، ما بتضحكش بس حاسة بيها. حاولت أصرخ بس مفيش صوت، كأن القصر نفسه ماسك صوتي. وبعد ثواني اختفت فجأة، مش في أي مكان، كأنها اختفت في الهوا. بس الأغاني هي لوحدها هي اللي فضلت شغالة. الجو أصبح مرعب أكتر، والأرضية ذات نفسها بتعمل صوت غريب كل ما بمشي عليها. قررت أكمل طلوع لفوق، وكل دور كنت بلاقي أوضة مختلفة ومليانة حاجات قديمة، صور، كتب قديمة، رسومات غريبة. وكنت بحس بحركة صغيرة في الزوايا، حاجة مش طبيعية خالص. كل الأصوات همسات، خطوات، خبط على الشباك، كأن حد عايز يقولي حاجة. كنت كل شوية أقف وأحاول أفهم، بس كل حاجة حواليا كانت غريبة ومخيفة. وفي أوضة تانية لقيت دفتر صغير مفتوح على الأرض، رسوماته غريبة، والكلمة الوحيدة اللي أنا قدرت إن أنا أشوفها ما تجيش هنا. لكن الفضول جوايا كان أكبر، وده اللي خلاني أكمل رغم إن كل حاجة كانت حواليا بتحذرني. وصلت لصالة كبيرة جدا، صالة مش قادرة أقول لكم الوسع بتاعها قد إيه. الحيطان فيها كتابات بتظهر وتختفي فجأة، وكل كلمة تظهر لثواني وتختفي. لقيت الست الأجنبية واقفة قدامي تاني، عينها سودة وكأنها مضلمة. صوتها ما كانش بشري، وحركاتها بطيئة لكن مخيفة جدا. حسيت إن القصر كله بيضغط عليا. حاولت أتحرك للخروج، الباب اتقفل لوحده، وكل أصوات الأغاني بقت أعلى. الأصوات بترن في ودني، وكأني بسمع همسات مكتومة. ليه جيتي؟ ليه جيتي؟ ليه فضلتي هنا؟
وفجأة لقيت نفسي قدام باب القصر من بره، وكل حاجة ساكتة. الجو طبيعي، بس الشتا كان مستمر، والحي كان طبيعي زي أي ليلة عادية. بس لما رجعت البيت لقيت دفتر صغير على مكتبي، نفس الدفتر اللي كان جوه القصر، مفتوح على نفس الصفحة: احذري، القصر مش بينسى. ومن ساعتها كل مرة أمشي من جنب القصر بحس إن في عينين بتتفرج عليا من الشباك المكسور، وكأن القصر نفسه بيهمسلي: القصر مش بينسى، أي حد جرب يدخل هنا